منطقة المحمدية من ولاية بن عروس عاشت على وقع جريمة بشعة هزت الرأي العام. المرحوم شكري القرواشي شاب عمره 36 سنة خرج نهار الأحد اللي فات مع مجموعة من أصحابه، أما للأسف مرجعش للدار وانقطعت أخباره. عائلته قعدت جمعة كاملة تلوج عليه، هبطوا بلاغات ضياع، لوجوا في المراكز والمستشفيات أما بدون نتيجة. ونهار الاثنين اللي فات 12 جانفي أعوان الأمن يلقاو جثته في قناة المجرة وعليها آثار عنف واضحة وكسر على مستوى اليد. العائلة اتأكد وتصرح اللي ولدهم تعرض للقتل وتوجه أصابع الاتهام الواحد من جيرانه، والتحقيقات ما زالت جارية. إن شاء الله الحقيقة تظهر ودمه ما يمشيش خسارة. اليوم القتل ولا سهل والروح ولات رخيصة، والسكوت على الجرائم أخطر من الجريمة في حد ذاتها. الوقتاش القاتل يعيش ماكل شارب على حساب الشعب والدولة تزيد تصرف عليه، وهذا عليه وللمرة ألف نطالبوا بصوت عالي بتفعيل حكم الإعدام على كل قاتل متعمد. اللي يقتل روح بدم بارد ما يستاهلش يعيش بين الناس. بارتاجيو الفيديو، خليه يوصل للمسؤولين، وأضغطوا على الدولة باش تراجع بعض القوانين، وإلا رانا ما زلنا باش نشوفوا كل يوم جريمة أبشع من اللي قبلها. إن شاء الله ربي يرحم شكري وربي يصبر أهله وناسه ويظهر له حقه، وربي ينتقم من كل ظالم. راهو صغيرة راهو ما يهونش حب العديمة، العديم يرجع ما يرجعش العديم بالذنب.